كتير من الستات بيعانوا من تغيرات في الجسم والمزاج كل ما الدورة الشهرية تقرب، وفي الحقيقة حوالي 90% من الستات اللي عندهم دورة شهرية منتظمة بيحصل لهم أعراض جسمية أو نفسية مزعجة قبل الدورة، وعند كتير منهم الأعراض دي بتكون خفيفة ويقدروا يتحملوها، لكن شوية منهم بتكون الأعراض دي شديدة وبتخليهم مش عارفين يعيشوا حياتهم، وساعتها بيكون عندهم حاجة اسمها متلازمة ما قبل الدورة PMD، وهي مجموعة من الأعراض الجسمية والمزاجية والسلوكية اللي بتحصل في الأسبوع اللي قبل الدورة وبتنتهي مع بداية الدورة الشهرية، وهي بتيجي ل 30 إلى 80% من الستات اللي في سن الإنجاب. الأعراض النفسية بتكون منها الحساسية الزايدة، الكآبة، النرفزة، القلق، الاكتئاب والأفكار السلبية، تغييرات المزاج. الأعراض الجسمية منها الصداع، تورم الثدي، المغص وانتفاخ البطن، تورم الرجلين والإيدين، اضطراب النوم، الخمول والتعب، الإسهال، الإحساس بالسخونية، زيادة الوزن. الأعراض السلوكية منها الفجعة، العزلة الاجتماعية، ضعف التركيز، الإهمال، ضعف الرغبة الجنسية، النسيان. وساعات بيكون الاضطراب ده شديد أكتر وبيبقى اسمه اضطراب سوء المزاج ما قبل الدورة PMDD، والاضطراب ده بيعمل مشكلات اجتماعية وفي الشغل، والدراسات لقت إن الستات اللي عندهم الاضطراب ده بيخسروا حوالي 3 سنين من حياتهم في المشكلات اللي بيعملها الاضطراب ده، واللي بيحصل ل 3 ل 8% من الستات. وعلى الرغم من إن أسباب متلازمة ما قبل الدورة واضطراب سوء المزاج ما قبل الدورة مش معروفة كويس، لكن الباحثين بيقولوا إن الاضطراب ده نتيجة مشكلات جسمية مش نفسية. فالستات دول بيكون عندهم لخبطة في إفراز هرمون الأستروجين والبروجسترون، وإلا في إفراز هرمون السيروتونين، واللي بيسببوا أعراض اضطراب المزاج. ولأن أعراض اضطراب سوء المزاج ما قبل الدورة شبه أعراض الاكتئاب، فإن وقت الأعراض هو اللي بيخلينا نعرف الاضطراب الموجود إيه. اضطراب سوء المزاج بيتحسن أول ما الدورة تنزل، لكن اضطراب الاكتئاب بيفضل زي ما هو حتى بعد نزول الدورة. العوامل المساعدة اللي بتسبب في ظهور الاضطراب ده: 1. الجينات. انت عندك احتمال كبير انك يجيلك اضطراب سوء المزاج لو عندك تاريخ مرض الاكتئاب، او عندك حد من عيلتك جاله اكتئاب، او حد من عيلتك جاله اضطراب سوء المزاج. 2. العوامل الحياتية. الضغوط الحياتية اليومية واضطرابات الأكل وشرب القهوة والشاي كتير وقلة النوم وقلة التفاعل الاجتماعي وقلة التمارين الرياضية والسمنة كلها عوامل خطر. استنونا فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك.